السلام عليكم، يا أهلا بكم. وخلونا بقى نروح لشرح الفصل الثاني من مادة تحليل السلوك التطبيقي، وتحت عنوان ماهية تحليل السلوك التطبيقي، وده هناخده في أكثر من فيديو. الجزء الأول هنتكلم على أبعاد تحليل السلوك التطبيقي. في 7 أبعاد مهمين جدا هنشتغل عليهم، وبعدين هنتكلم كمان على 5 أبعاد تانيين أو مجموعة من الخصائص اللي اعتقدوا إن هي تتعلق بتحليل السلوك التطبيقي. طيب يبقى احنا هنتكلم على 7 وبعدين هنرجع نتكلم على 5 تانيين. تعالوا بقى نبدأ مع البعد الأول، التطبيق. بيقول لك تحليل السلوك التطبيقي بيهتم إن اللي بنشتغل عليه بيكون سلوك فعلا ويكون مهم وليه قيمة في حياة الشخص أو في المجتمع. يعني مش بنشتغل على سلوك لمجرد إن هو موجود، لا، مش مجرد بس إن هو موجود فبنشتغل عليه، لازم يكون ليه تأثير اجتماعي أو تعليم حقيقي. كمان بيقول لك لازم يكون مرتفعة القيمة الاجتماعية. تعالوا بقى نضرب مثال. لو عندنا طفل مش بيعرف يطلب حاجة لما يكون عايزها، يعني هو عايز حاجة بس مش عارف يطلبها، يعني عايز يشرب لما يعطش، هنا بنشتغل على تعليمه السلوك ده، لأن السلوك مهم وبيأثر على جودة حياته. تمام، ركزوا، يبقى ده أول حاجة اللي هو التطبيق. التركيز هنا مش على الطفل كشخص، لا، على السلوك نفسه، وده اللي بنقيسه ونعدله. كمان بيهتم بمجالات أكاديمية زي القراءة والكتابة والمهارات الحياتية زي اللبس والأكل. وكمان واللي بيميز التطبيقي عن أي نوع تاني من التحليل هو إنه بيشتغل على السلوك ليه قيمة اجتماعية واضحة، مش مجرد سلوك غريب أو ملفت للنظر. تعال بقى نروح للبعد التاني. البعد التاني هو التركيز على السلوك. التحليل السلوكي بيركز على السلوك اللي نقدر نشوفه ونقيسه، مش على اللي جوه دماغ الطفل زي المشاعر والنوايا والافكار. مش لا، ده اصل كان نيته يعمل كده، اصل مشاعره، لا، انا يهمني اللي انا بشوفه، اركز على السلوك. مثلا لو طفل عنده مشكله في الفصل، مش بنساله انت حاسس بايه، لا، احنا بنلاحظ هو بيصرخ، بيعلي صوته لما بيضرب زمايله، بيتكلم من غير اذن. مثلا دي حاجات نقدر نشوفها ونسجلها. لازم يكون السلوك اللي بنتعامل معاه محدد وواضح وقابل للقياس. يعني مش نقول هو شقي وخلاص، ايوه، ايه معيار، ايه قياس كلمة شقي دي؟ لكن نقول هو بيتحرك في الفصل 5 مرات في الدقيقة. ده اللي نقدر نقيسه ونتعامل معاه. التحليل السلوكي ما بيعتمدش على الطفل بيقوله عن نفسه، يعني ما بقولش مثلا ايه ده انا شقي، ده انا غضبان، لا، احنا بنعتمد على الملاحظة الدقيقة للسلوك. عشان كده اسمه ايه؟ التركيز على السلوك. ركزوا الله يكرمكم. البعد الثالث التحليل. يعني نكون عارفين ان التغيير اللي حصل في السلوك حصل بسبب تدخل حضرتك كأخصائي، مش صدفة. لازم نستخدم ادوات علمية علشان نثبت ده. مثال، لو علمنا الطفل انه يطلب المساعدة لما القلم يقع منه، ولاحظنا فعلا ان بقى يعمل كده بعد التدخل، بنرجع نوقف التدخل ونشوف السلوك هيرجع ولا لا. لو رجع يبقى اكيد التغيير ده كان بسبب تدخل حضرتك. التحليل هنا بيتم عن طريق تصميمات بحث زي التصميم العكسي. يعني التصميم العكسي ده بنقيس السلوك قبل وبعد التدخل ونكرره ده اكتر من مرة. عشان ايه؟ نثبت ان اللي غير السلوك هو تدخلنا مش اي سبب تاني. البعد الرابع التوجه الفني او التقني. يعني الاجراءات اللي بنستخدمها في خطة تعديل السلوك لازم تكون مكتوبة وبشكل دقيق ومنظم، بحيث ان اي حد غير حضرتك ممكن يقراها يعرف يطبقها. طيب تعال نضرب مثال. لو كتبت معاليك في خطة تعديل السلوك لما الطفل يصرخ، يعني صوته يعلى، المربي يعد لحد 3 قبل ما يرد عليه، يبقى لازم يكون الوصف دقيق. مش نقول ايه هنحاول نهديه وخلاص، لا، الهدف ان يكون في وصف اجرائي واضح يا شباب، ما فيهوش تخمين ولا اجتهادات. يعني مين يعمل ايه وامتى وازاي. ده بيساعد في ان الخطة تكون فعالة حتى لو شخص تاني نفذها غير حضرتك. البعد الخامس التنظيم المفاهيمي. يعني الطرق اللي بنستخدمها في التدخل لازم تكون مبنية على مبادئ علم السلوك زي التعزيز والعقاب والانطفاء وضبط المثيرات، مش أي حاجات عشوائية وخلاص، لا. طب تعال نضرب مثال. لو استخدمنا تعزيز إيجابي
علشان نزود السلوك الجيد، زي اننا ندي الطفل ستيكر لما يقول من فضلك. ده لازم يكون مرتبط بمبدأ سلوكي معروف. المقصود هنا ان كل حاجة بنعملها لازم نعرف نربطها بالنظريات والمبادئ اللي في علم تحليل السلوك، مش مجرد فنيات وخلاص، لا، ده اللي بيخلي شغل حضرتك علمي مش عشوائي، عشان ده بعد مهم جدا اسمه التنظيم المفاهيم. يا الله عليك. البعد السادس الفعالية، يعني الأسلوب لازم يجيب نتيجة حقيقية، مش مجرد تغيير بسيط أو مؤقت. مثلا لو كنا بنحاول نقلل صراخ الطفل من 10 مرات في اليوم لمرة أو مرتين، لازم فعلا نوصل لكده، لازم ده يحصل. لو بعد البرنامج لسه بيصرخ 8 مرات، يبقى لسه مش فعال كفاية يا حبيبي. الفعالية هنا معناها إن التغيير يكون واضح وليه قيمة اجتماعية، يعني فعلا فرق في حياة الطفل أو أسرته أو بيته أو البيئة اللي حواليه. البعد السابع العمومية، يعني السلوك اللي اتغير يستمر مع الوقت ويحصل في أماكن تانية، مش لازم في الجلسة مع ناس تانيين، مش بس في البيت، لا ده في الشارع. تعال نضرب مثال. لو الطفل اتعلم يقول شكرا في الجلسة مع الأخصائي، لازم كمان يقولها في البيت ومع أصحابه وفي المدرسة. الهدف مش بس نغير السلوك داخل الجلسة، لا، نخلي الطفل يستخدم السلوك الجديد بشكل طبيعي في حياته اليومية ويستمر عليه حتى بعد ما البرنامج يخلص. يبقى السبع أبعاد إيه؟ التطبيق، التركيز على السلوك، استخدام التحليل، التوجه التقني أو الفني، تمام، التنظيم المفاهيمي، الفعالية، ثم العمومية. تعالوا بقى نروح لبعض الخصائص اللي اعتقدوا انها تتعلق بتحليل السلوك التطبيقي وتضيف الى وصفه، وتتمثل تلك الخصائص فيما يلي. 1. امكانية التفسير، يعني ان الاخصائي يقدر يفسر، يعني يظهر ليه او يوضح اللي بيحصل عن طريق القياس المباشر ومتكرر للسلوك. يعني مش بيشتغل على التخمين، لا، هو بيقيس وبيسجل وبيتابع النتائج بشكل مستمر. فلما يشوف مثلا ان سلوك معين بيتحسن بعد ما استخدم تدخل معين، يبقى كده عارف ان تدخله كان ايه؟ ناجح. ده امكانية التفسير. لو طفل عنده تكرار لضرب زميله في الفصل، والاخصائي بدأ يطبق خطة تعزيز للسلوك البديل، زي انه يطلب مثلا ايه؟ الحاجة بالكلام بدل الضرب، يعني بدل ما تضرب اطلب الحاجة ببقك، وابتدى يسجل كل يوم عدد مرات الضرب ولقي العدد بيقل، يقدر يقول انا اتدخلت صح والخطة ماشية تمام. الله عليك. 2. إمكانية ملاحظة النتائج، يعني أي حد يقدر يشوف الفرق اللي حضرتك عملته، مش الأخصائي. التغيير بيكون واضح قدام الأهل والمعلمين وفي الشارع ومع أصحابه. لو طفل مثلا كان بيرفض يدخل الفصل وبيصرخ كل يوم، بعد خطة تعديل السلوك بقى يدخل عادي وبدون أي مقاومة، أي حد حواليه هيلاحظ الموضوع ده. يبقى إمكانية ملاحظة النتائج. تالت حاجة إمكانية وسهولة القيام به، مش معناه ان سهل قوي يتطبق من غير تدريب، لا، مع التخطيط الجيد وتحليل السلوك كويس تقدر تطبقه بخطوات واضحة وبسيطة. مثال، لو طفل بيرمي الحاجات من على الترابيزة، الاخصائي ممكن يقسم السلوك ده لمراحل صغيرة، زي يلم الحاجة يحطها في مكانها ويبدأ يعلمه كل خطوة بأسلوب بسيط ويكافئه عليها، وبالتالي أي حد مدرب ممكن يتبع الخطة دي بسهولة. يبقى إمكانية وسهولة القيام بها. 4. وضع من يقوم به في موضع القوة، يعني الأخصائي بيكون عنده أدوات قوية تساعده يغير فعليا في سلوك الطفل، مش مجرد نظريات، وبيعرف ياخد قرارات بناء على بيانات حقيقية، وبيشوف قدامه التغذية الراجعة، الفيدباك على شغله. لو الأخصائي بيشتغل مع طفل عنده سلوك عدواني، هو مثلا بيجمع بياناته اليومية وبيلاحظ ان العدوانية دي زادت بعد استخدام عقاب معين، يقدر فورا يغير الاسلوب، وقف لتدعيم ايجابي ويشوف اثر التغيير ده مباشرة، هو كده مسيطر وموجه للموقف ولا لا. اخر حاجة 5. التفاؤل. كل ما الاخصائي يشتغل اكتر بالطريقة دي ويشوف نتائج ايجابية، كل ما يكون عنده تفاؤل وثقة انه يقدر ينجح مع حالات تانية كمان، وده مهم عشان يفضل مكمل في شغله بحماس. مثال، اخصائي اشتغل مع طفلة كان عنده خجل شديد ما بيتكلمش في الفصل، وبعد فترة بدأ الطفل يتكلم ويشارك. النتيجة دي بتدي الاخصائي دفعة قوية وثقة
انه يقدر يكرر النجاح مع اطفال تانيين. احنا كده خلصنا الجزء الاول في الفصل الثاني، ابعاد تحليل السلوك التطبيقي. خدنا 7 وبعديهم خدنا 5، احفظوهم كويس جدا. وهنروح بقى لأهمية تحليل السلوك التطبيقي في الفيديو اللي جاي، وهنتكلم كمان على خطوات وإجراءات تحليل السلوك التطبيقي.